مهران راضي لاعب مكابي تل ابيب، يعني مبروك اليوم الفوز 1-0 على فريق بوردو، وايضا يعني حققتوا التاهل للمرحله افضل 32 فريق في الدوري الاوروبي. كيف شفتوا مباراه اليوم، وخاصه يعني هدف واحد كان هنا او هناك ولكن استحقتوا الفوز؟ الحمد لله رب العالمين، انجزنا انجاز فكر انجاز كبير للفريق. كانت مباراة صعبة، طلعنا على حلول الأمطار، خصوصا بالشوط الأول، بس الشوط الثاني فكر احنا سيطرنا على المباراة وسجلنا هدف، وكنا ممكن نسجل أكثر أهداف، وأهم شيء إنه سيطرنا على المباراة وفرحين جدا بالفوز. انت مين بتحب تقابل المرحله القادمه؟ في عندك نابولي، عندك يوفنتوس، عندك هاي الفرق بنفيكا، اياكس، بازل. عندنا بيكونوا اللي من الله يا محلاه، فيش عندي مشكله، مين ما نقابل فيش عندي مشكله. كيف انت راضي عن الدوري؟ عندكم طبعا في المرتبه الاولى ولكن كان عندكم خساره هنا وهناك، ولكن يعني في نهايه المطاف رجعتوا لمستوى المرتبه الاولى. كيف شايف الدوري وحظوظكم طبعا في نيل اللقب؟ صحيح، بالدوري مرات لا في صعوبه، خصوصا لما بنرجع من اوروبا للدوري يكون عندنا صعوبه، بس بفكر هسه راح يكون عندنا تقريبا راحه لحد شهر 2 رايحين نلعب مباراه واحده في الاسبوع، وافكر انه راح مستوانا كمان يكون افضل في الاسابيع. كيف كانت السقعه اليوم في اللعبه؟ كثير 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 فرق. الله يعطيكم العافيه، شكرا لك موقع البلاد مهران راضي، شكرا لك. مونس دبور لاعب مكابي، مبروك اليوم الفوز في الدوري الاوروبي والانتقال للمرحله المتقدمه من افضل 32 فريق في الدوري الاوروبي. كيف شفت اليوم المباراه والتاهل لهذه المرحله؟ اول شيء بارك فيك، الحمد لله استطعنا اليوم نتاهل للدوري لاخر 32 بالدوري الاوروبي، ان شاء الله نكمل كمان اكثر قدام. كيف شايف انه انتم تنتقلوا من الدوري الاوروبي للدوري؟ كيف هاي النقله النوعيه اللي بتصير معكم؟ صراحه ليش شوي صعب زي ما الكل بشوف، في شوي تعب، بس الحمد لله بنشتغل منيح مع المدربين مع الطاقم المهني، بحضرونا منيح، وزي ما قلت لك ان شاء الله بس نكمل مع النجاح. في عندكم ارسنال، في لا مش ارسنال، عندكم نابولي، يوفنتوس، بازل، بنفيكا. مين بتحب تلاقي من الفرق؟ مين بحب؟ اكيد ما اتمناش حدا من الفرق الكبيره طبعا، ان شاء الله ناخذ بسرعه شوي اهون من الفرق الاكبر. بس شكرا لك اول شيء على اهداء البلوزه، وكيف كانت السقعه المباراه؟ كيف تلعبوا هيك جو؟ صراحه انا شخصيا اول مره بلعب هيك جو، بس الحمد لله انه بالاخر النتيجه كانت لصالحنا، ان شاء الله كمان يكون هذا شوي تعويض للعب القادم، يمكن يكون كمان في اجواء اوروبيه نتشاهد، وان شاء الله نكمل نحقق الانتصارات. اللاعب طب شكرا لك موقع البلاد، شكرا. اللاعب التونسي فهد خلف الله لاعب بوردو الفرنسي، طبعا اليوم خسرتوا مع فريق مكابي تل ابيب. اولا احكي لنا عن زيارتك اللي شفت هنا، زياره اول مره بتيجوا على البلاد؟ اول مره نجوا في اسرائيل في البلاد هذا، ولكن عندنا كنت اكيد باهي وكيف ضرب الجاه فما صغار ولعبنا معاهم، اول مره يلعبوا مع البروفيسيونيل واليوم صعيبه، ولا عملنا في ميتون باهي ودوزيام ميتون صعيبه صعيبه هكاك، ان شاء الله التمارين تمشي بعيد، عندهم اكيب باهي، الجمهور الكل تحتهم. انت طبعا انتوا ودعتوا الدوري الاوروبي، واليوم انتوا في الدوري الفرنسي مرتبه سادسه، مضبوط؟ ما هو هدف فريق بوردو هذا الموسم؟ الهدف اللي لكم، يعني البطوله، الكاس، شو الهدف؟ دوري ابطال اوروبا في الموسم؟ L'objectif, c'est là واحدة الشامبيونات، ان شاء الله نكملوا اوروبيان السيزون كامل، حتى في اوروبا عملنا كومبيتيسيون مش بعيد هكاك، فمع عملنا كومبيتيسيون باهية، مشينا في الويتيام دو فينال contre بنفيكا، شفنا هكاك كومبيتيسيون مش باهية، وان شاء الله العام الجاي نعملوا خير. شكرا لك لاعب بوردو خلف الله من موقع البلاد، شكرا كثير لك.